السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده ان شاء الله. وقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطويجين ساهل ماهل اقتصادي بدون لحوم، غير بالخضره بالكورجيت والخيزو والبطاطا. غادي نحضروا هذا الطويجين اللي بسيط وسهل وكيجي منين معلك، ما كيجيش نهائيا واحد الفرق ان ما فيش اللحوم، بواحد الطريقه اللي سهله ماهله وبسيطه. وفي اخر لحظه تقدري تنوضي توجدي هاد الطاجين لوجبه الغداء ولا وجبه العشاء. يقدر اي واحد يوجدو، يعني دري بنت اي واحد ينوض يحضرو، راه بسرعه كيطيب، ما كياخذش نهائيا واحد الوقت اللي هو طويل. اول حاجه هنا غادي ناخذ طاجين، وغادي ناخذ واحد البصله كبيره، غادي نقطعها الى دوائر. هاد الطريقه كتجي زوينه في البصله. الا بغيتو تشلضوها يعني ديروها طريفات صغار ديروها، لكن هاد الطريقه كنفضلها احسن. تاخذوا هكا واحد جوج بصلات هكا، ولا بصله كبيره وديروها يعني شرائح هكا، وديروها هي من التحت، ومن وراها ديروا بصله تقطعوها طريفات صغار. هنا البصله الاولى قطعتها الى دوائر كبيره اللي غادي نفرش بها الطاجين، والبصله اللي عندي الاخرى غادي نقطعها هذيك نشلضها شويه. دائما الطاجين ما يكونش فيه اللحوم كنحاولوا اننا نقويو البصله، نقويو القزبر ومعدنوس والثومه، باش كيجي الطاجين كيجي بنين وزوين بزاف. هنا من بعد ما قطعت البصله، هنا غادي ندوز ناخذ الثومه. تقريبا خديت 4 الفصوص كبار ديال الثومه اللي غادي نحكهم. هاد الطويجين راه بسيط وسهل واقتصادي، ما فيش شي حاجه اللي هي صعيبه، وكيجي بنين بزاف، يعني ما تشبعوش منه، كيجي كانكم دايرين فيه الدجاج ولا دايرين فيه اللحم. صراحه كيجي رائع رائع، يعني غينفعكم بزاف. هكا شي نهار بقات لكم غير الخضره تنوضي توجدي هاد الطويجين، كيجي صراحه بسيط وزوين بزاف. هنا غادي ندير واحد الكميه كثيره ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه ديال الابزار، والقليل من السكنجبير. طبعا غادي ندير الزيت، من الافضل انكم ديروا زيت العود. الا كانت ما كانتش متوفره ديروا زيت عاديه، ما كاينش مشكل، لكن بحكم ان اللحوم ما كاينش في الطاجين فالافضل تكون زيت العود، كتعطي واحد المذاق اللي زوين. هنا درت الملحه ودرت واحد ربع ملعقه ديال القرفه اللي كتجي زوينه في الطاجين. صراحه ديروها في اي طاجين يعني طيبتوه راه كتجي بنينه بزاف، وكتعطي واحد المذاق صراحه اللي رائع للطاجين. انا صافي غادي نحاول هكا نحرك شويه وندخل هذيك العطريه في البصله والكزبره ومعدنوس. صافي هنا غادي نبدا نضيف الخضره مباشره، يعني ما غادي نقليه ما والو. علاش قلت لكم هاد الطاجين راه بسيط وسهل، تقدري تحضريه في اخر لحظه، حيت كلشي كديريه هكا في دقه واحده وكتردي الطاجين يطيب على المهل ديالو. هنا غادي ناخذ البطاطا. طبعا انا ما قويتش البطاطا بالزبده، تقريبا غير شي جوج بطاطات بحال هكاك اللي قطعتهم بحال هكذا، وغادي غنديرها هي الاولى. هنا كانت عندي واحد البطاطا صغيره هادشي ودرتها في الوسط. البطاطا الكبيره درتها يعني في الجوانب، يعني دورت بها الطاجين. هنا غادي ناخذ الخيزو، قطعته بحال هكا طريفات اللي هما صغار ورقاق شويه باش يطيبوا ليا بسرعه ما يهزوش ليا الطياب. غادي نديرو من فوق هكا من فوق البطاطا. طبعا ديروا الخضره اللي متوفره عندكم ما كاينش مشكل. انا كانت عندي هنا البطاطا والخيزو والكورجيت درتها يعني في الطاجين كيجي زوين بزاف وكيتواتوا مع بعضياتهم. نتوما الا عندكم نوع اخر ديال الخضره ديروه ما كاينش مشكل. هاد الطويجين صراحه راه ما تشبعوش منه، كيجي بنين بزاف، وواحد المذاق صراحه اللي فيه رائع رائع. كنتمنى انكم تجربوه. هنا غادي ناخذ الكورجيت اللي غادي نديرها من الفوق.
بالنسبة للكورجيط راه كتجي زوينة في الطاجين، كتجي بنينة وبسرعة كطيب، ما كتاخدش الوقت بزاف في الطياب. الحاجة هنا اللي كتاخد طيب تقريبا هو الخيزو، هادشي علاش يعني انا قطعته هكا طريفات رقاق شوية باش ما يهزوش ليا الطياب. صافي هنا من بعد ما ستفت الخضرة كاملة اللي عندي، البطاطا، الخيزو، القرعة، شوفوا معايا كيفاش كيجي هاد الطويجين. الصراحة راه كيجي بنين وكيجي رائع، شوفوا الشكل ديالو كيجي صراحة كيشهي قبل ما يطيب. هنا غادي ناخد هكا الحامض قطعته الى دوائر وغادي نزين به من الفوق على هذا الشكل. الا عندكم هكا مزيود ديال الحاره ديروا الحاره اللي عندكم. هنا غادي ناخد واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وغادي نديرها من الفوق، تعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. وغادي ناخد هكا واحد الرشيشه ديال الملح اللي غادي نرشها من الفوق. الا عندكم مطيشه ديروا مطيشه، اللي عندكم ديال الخضره ديروه، راه كيجي زوين في هاد الطويجين. الطاجين كلما قويتي فيه الخضره كلما كيجي زوين، يعني تنوعي يعني كل خضره ديري منها جوج هكا كيجي الطاجين صراحه بنين، وكيجي هكا متنوع وكيجي صراحه يعني لذيذ بزاف. هنا بالنسبه للتمريقه غادي ناخد غير كاس الماء غادي نمرق بها الطاجين. ما كنديرش الماء بزاف في الطاجين، كاس ديال الماء كيطيب فيها الطاجين حيت كنديرو على المهل ديالو، ما كياخدش ليا الماء بزاف. صافي هنا غادي نديرو فوق النار يطيب ليا على المهل ديالو، ونتلاقاو من بعد ما يوجد لينا الطاجين. وهذا هو الطويجين من بعد ما وجد لينا. شوفوا معايا كيفاش كيجي صراحه بنين، كيجي معلك. الشكل ديالو صراحه كيجي زوين بزاف، وكيجي واحد الرويحه ما نعاودش لكم، كيجي اقتصادي وساهل، وتقدري تنوضي توجديه في اخر لحظه، ما كيهزش يعني واحد الوقت اللي هو طويل بزاف في الطياب. وصراحه اهم حاجه انه كيجي لذيذ، يعني بالنسبه للمذاق ديالو راه كيجي بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. دمتم في رعايه الله وحفظه.